المعقول. صل اللهم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوزل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما هللناه من لا إله إلا الله، وما سبحنا من سبحان الله وبحمده، وما استغفرناه، وما صليناه على حبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البيت المبارك، هدية منا واصلة، ورحمة منك نازلة، وبركة شاملة، وصدقة متقبلة، نقدم ثواب ذلك نهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وكافة عباد الله الصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها بحرها وبرها، ثم إلى خصوصا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وابن الإمام عبيد الله سيدنا علوي بن عبيد الله سيدنا محمد بن علوي سيدنا علي وما أصولهم وفرهم وذوي الوكالة أجمعين، ثم إلى سيدنا علي خالق قسام وأصولهم وفرهم، ثم إلى روي سيدنا محمد صاحب مربار وأصولهم وفرهم، ثم إلى روي سيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الوكالة أجمعين، ثم إلى روي سيدنا الإمام عبد الرحمن الصقاب بن محمد مولى الدويلة وأولاد سيدنا أبي بكر سكران وسيدنا عمر مهضر وإخوانهم وذرياتهم الجميع، ثم إلى روح الشيخ علي بن أبي بكر سكران، الشيخ عبد الله العيدروس بن أبي بكر سكران وصوله وفرهم، ثم إلى روح سيدنا عبد الرحمن المكاشفين، ثم إلى روح الشيخ شهاب الدين الأكبر وأصوله وفرهم، ثم إلى روح سيدنا شيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقل بن سالم وابن الحسين الحسين بن أبي بكر بن سالم، ثم إلى سيدنا أحمد بن علوي باجحدب وأصوله وفرهم وذوي الوكالة أجمعين، ثم إلى روح قطب الأنفاس والعلم النبراس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وأصوله وفرهم، ثم إلى علي بن عبد الله باراس وأصوله وفرهم، ثم إلى روح قطب الدعوة والإرشاد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأولاده الحبيب سالم وأولاده الحبيب حسن والحبيب محمد والحبيب علوي وإخوانهم وذرياتهم الجميع، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن زين الحبشي، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن البر، ثم إلى ربيع عيسى محمد الحبشي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى ربيع علي بن حسن الطال، ثم إلى ربيع عبد الله بن صيم طاهر بن طاهر بن صيم طاهر، ثم إلى ربيع الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطال، ثم إلى ربيع حسن بن صالح البحر، ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وأولاد إخوانه وذرياتهم الجميع، ثم إلى روح الأبي عبد الله بن عمر الشاطئ وأولاد الأبي محمد المهدي والأبي أبي بكر الأبي حسن سالم وإخوانه وذرياتهم الجميع، ثم إلى روح السيد محمد بن علوي المالكي وأبي الحبيب علوي بن عباس وجدي الحبيب عباس بن عبد العزيز المالكي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى روح الحبيب حسن بن أحمد بهرون وأصوله وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى روح أولياء الله تعالى مشارق الأرض إلى مغربها خصوصا من في فلنبا، منهم الحبيب حامد بن علي الحداد وأخي الحبيب محمد بن علي الحداد، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور والحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب الدين والحبيب عبد الله بن إدروس بن شهاب الدين، ثم إلى روح الحبيب علوي بن شيخ أصدقاء أصولهم وفرهم وذوي الحقوق أجمعين، ثم إلى فقيرا شريف علي بن أبو بكر بن سالم، ثم إلى فقيرا شريف علي بن شهاب الدين وأصوله وفرهم، ثم إلى فقيرا شريف قاسم بارك به وأصوله وفرهم وذوي الحقوق أجمعين،
والدينا وليهم ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حامد الكاب ثم إلى روح الحبيب علوي بن أحمد بن حسين وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد الله بن شهاب ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد الله الحبشي ثم إلى روح الحبيب عمر بن أحمد بن شهاب الدين وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عثمان المديحج وأصوله وفروعهم وذوي الحقوق الأجمعين ثم إلى روح لمن اجتمعنا ثم إلى روح لمن اجتمعنا ثم إلى روح لمن اجتمعنا ها هنا بسببهم الحبيب سالم بن شيخ المديحج وزوجاته الحبابة الشريفة علوية بنت أحمد الكاب والحبابة فاطمة بنت محمد بن علي الحبشي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق الأجمعين ثم إلى روح أولاد الحبيب سالم بن شيخ بن عقيل المادحل وبناتهم أجمعين والحبابة عائشة وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق الأجمعين ثم إلى روح الشريفة صحة بنت أحمد المديحل وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن حسين بن شهاب الدين وأصوله وفروعهم ثم إلى روح الحبيب أحمد بن عدروس المريحج ثم إلى روح الحبيب عدروس بن أحمد المريحج وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب سالم بن شالمس ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد الرحمن الحداد ثم إلى روح الحبيب أحمد فهمي بن عبد الله بن شهاب الدين ثم إلى روح الحبيب عدروس بن عبد الله بن شهاب الدين ثم إلى روح الحبيب حلمي بن عبد الله بن شهاب الدين ثم إلى روح الشريفة نعمة بنت أحمد المليحد ثم إلى روح الشريفة الحبابة علوية بنت أحمد الكاب ثم إلى فاطمة بنت عمر الخير وجميع أهل كندران وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب محسن بن عبد الله الكاب الحبيب أبو بكر بن عبد الله الكاب وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق ثم إلى روح حسين بن عبد الله الكاب وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق أجمعين وجميع أولاد وأحفاد وتلاميذ الحبيب سالم من شاء المدحل وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق الأجمعين وما إلى آخر الإسلام بمثلك وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح لمن اجتمعنا ها هنا بسببه المرحوم إلى رحمة الحي القيوم الحبيب الولي الصالح السيد العالم الحبيب علي بن سالم بن عقيل المليحد وأصوله وفروعهم وذوي الحقوق أجمعين والدينا والديهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وافتح لهم أبواب كل أرزاق ظاهر وباطن السنة المعنوية يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا تحيينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة لحضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لازم قدام محمد علي بعلي الحمد لله شكاب باب أعظم ما لا روح سمت الدورة والحبيب علي بن محمد واسم العاشي أن الله يغفر لهم ويرحمهم مثل الجنة برحمته ووالدينا وليهم خاصة وموت أما وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Nunggu wong. Kita cepat angin oke. Mulut langsung. Panjang. Hah? Mana jadi? يا حبيبنا النبي شيل الله كل كربة تنجلي يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل كربة تنجلي يا الله يا فقيه يا مقدم إلا يا محمد بن علي يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل كربة تنجلي يا الله يا وجيه يا مكرم شيل الله عند مولاك العلي يا الله يا حبيبنا شيل الله كل كربة تنجلي يا الله أنت وأولادك وصحبك شيل الله عندكم كم من ولي يا الله يا حبيبنا بشيل الله كل كربة يا الله نطلب السقاف غار شيل الله ذاك ذي بحره مالي يا الله يا حبيب أنا النبي شيل الله كله جالي يا الله وابن المهضار يحضر إلا والمهدر بو علي يا الله يا حبيبنا دي شيل الله كل كربة يا الله وين ذكرت العيد روح شيل الله كل كربة تنجلي يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل كربة تنجلي يا الله غاره يا عيد روح شيل الله
في عجل تمهلي يا الله يا حبيبنا النبي جيل الله كل كربة تنجلي يا كبير الصوف يا جيل الله عندك المرعى فلي يا الله يا حبيبنا بجيل الله كل كربة تنجلي يا الله وابن سالم والحسين جيل الله ذو المقام المعتلي يا الله يا حبيبنا النبي كل كربة تنجلي يا الله يا العلوي كلكم يا الله ساعدوني يا أهلي يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كلكم تنجلي يا الله عندكم أنا غريب جيل الله صاحب الدار أهلي يا الله يا حبيبنا النبي جيل الله كل قربة تنجلي يا الله يا رسول الله قوم جيل الله يا مخلص منبولي يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل قربة تنجلي يا الله يا شفيع المذنبين يا شيل الله الأنفس تمتلي يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل قربة تنجلي يا الله ربي فرج كربنا شيل الله فينا يا كافلي يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل قربة تنجلي يا الله اجعل إدرار الصلاة يا الله دائما مستأصلي يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل قربة تنجلي يا الله أبلغ الهدي البشير شيل الله نذير العادل يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل قربة تنجلي يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل قربة تنجلي يا الله يا حبيبنا النبي شيل الله كل قربة تنجلي يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشراف بدر في الكون أشراف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تهجى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه، يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وله ومن بالنبي تعالى. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وله ومن للحبيب يشاق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توسل. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك، السلام عليك أتكى الأتقياء. السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك، السلام عليك صفى الأصفياء. السلام عليك، السلام عليك
عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك عليك يا مسكين وطيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وأشهد أن رسول الله قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا وبشر المؤمنين من لهم من الله فضلا كبيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء والكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلا في التوراة مثلا في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فازا فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزرار يغضب منهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه الرحمن الرحيم الحمد لله على قوي سلطانه الباطل برهانه على ما بسوتك الوجود كلامه تعالى مجده وعظم شانه خلق الحكمة وعلى علمه وبس من فائد المت ما جرى فيه في أقداره القسمة فرسل من خلق ما جرى فيه الرحمة تعالى كلمات العزلية بحق هذا العبد المحبوب فانتظر أثر شرعي على الشهادة والغيوب فما جل هذا من الذي تكرم بالمنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حظ الإحسان سورة كانت ظهر فيها المحمود فتعطر بوجود أكناف الوجود طرز البعد الأهوال باطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قرعته رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم، فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له شهادة يؤرب بها اللسان، أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت فيها في الصدور من الإيمان كوائده، وتلوه أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله ومبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرد ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمائها وأزكى تحية وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حلقة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال، صلاة يتصل بها الروح مصلي عليه به، فينبش في قلب النور السر تعلق به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذي تقى صحوة مجد بقربه، وتفيأوا زلال شرف أصله بوده وحبه، ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم.
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، صلى الله فانفلقت عليه بيتة التصوير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهور بالعين، حاول للوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، صلى الله فتنقل عليه ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، صلى الله وما من عليه صلب ضمح إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، صلى الله وقد قضت عليه الأقدار الأزالية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاقرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبحر، فتعلقت حمة الراقم لهذه الحروف بأن يرجو ما في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بعشر مئشار أوصاف ذلك الموصوف، تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فعنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن حثني إلى تدوين ما حفظته من شعر أصراف المخلوقين، وما أكرمه الله به مولده من الفضل الذي عم العالمين، وباكيت رايته في الكون المشكورة على مر الأيام والشهور والسنين، دع التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمه، محمد باسط المعروف جامعه، محمد
صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق وسيمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رويت بالنور تينته محمد لم يزال نورا من القدم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل لله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي من مخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة
والجوهرة موسونا والكون كله يشبه ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إسراك هذا الصراط والعيون متسوقة إلى بروجه متسوقة إلى اتقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لكسين نطقت بكسي البرة معلمة بكمال البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام وأمدد للأرض والسماوات متضمعة بإثر فراه بملاقات أسراك البريات وبروز من عالم وفاء إلى عالم الدهور بعد تنقله في بطون والدهور فأظهر الله في وجود بهجة التكريم وبسط في عالم الكبير مائدة التصريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه فحين قرب أوان وضع الحاج الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت جناح هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نور فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضع أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود حضرة التوفيق الله سيدته مريم وسيدته آسيا ومعهما من الخير العين وقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور أن أمود وبرز الحامد المحمود مدينا لله بالتأذين صلى الله على محمد وسلم صلى الله على يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجودك
وجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فتربوا يا هلال المثاني فهزار اليوم غرد وستضيء بجمال فقافل حسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذا حبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدين الله نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين يا رسول الله لزيارة قاصدينا منك الشفاعة من رب العالمين يا رسول الله أهلا بك إن بك
وسعد الله وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا رسول الله جئنا لزيارة قصيدنا منك الشفاعة عند ربنا وهدينا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد الله ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد يا رسول الله جئنا لزيارة قصيدنا منك شفاعة عند غالب الأمين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وارزق إلينا وارحمنا وارزق إلينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برد صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برد رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء
وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكهولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه عند الله يد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستحل فسمعتك إلي يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فعضى له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسور الروم. قالت ثم لبسته وأنجبته فلم أنشد أن غشيتني ظلمة ورعب وكشائرة أي يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفل ذلك أني سمع ودن الرعب والظلمة وكشعرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو العبد الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشعنه وله العلا في مجده ومكانه. وأوصاف إذ قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام
على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بوقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظر في قلوب النار إلى أصحاب محمدية وكودا، توجهت إلى متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيبي مشكورا وبلي به محمودا، وأن يكتب عملي بعمل مقبولا، وتوجهي بتوجهة الخاسرة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه أعمال فتعود ظافرة، وعلى باب ذاتي تعد الرحال فتشاء منه الفيوضات الغامرة. نتجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين، عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمل رسالة العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وعامل رايتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القطب والمظهر. قاسم امدادك بعبادك وساكيك وإشارك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل القراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاهد هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرفك مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وانتبهنا بجميع أطوارنا وتقل بنا بجميل آياتك وحسين وقايتك، وانتبهنا من شرب القلوب إليك وإلى هذا الحبيب راية أعمالنا، وتقبل منا ما تركنا به من نياتنا وأعمالنا، تجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وبطريق اتباعه من السالكين، وليحقك ويقي من عمل الدين، وليهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا نسأل برحمتك الخاصة فلا تهرمنا، وذنونا جميلة وسلتك إليه فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين، وتوجنا به إليك مستشفين، أن تقابل المذنب منا والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمعمل بما عمل، وتجعل ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر. اللهم بقتي وشرب وشوة أولادنا ووالدينا ولقدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات.
وللباطن القوي بجمع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وسورا واكشف اللهم كربة مكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وافتر الأدلاء بولاة الحكيم في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد منك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي باسم الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي باسم الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي باسم الحسين من جميع البلايا وباسم المكين من الذنوب والخطايا وادمنا بالأعمال بطاعتك وصدق بذكرك قائمين وإذا توفنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب ودعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. البديع بحقه وبجسد الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. تقبل منا إنك أنت برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal aba wal asatid wal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita untuk menghadiri daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang ke-30 dari rangkaian Majlis Maulid Arba'in, kita berada di salah satu rumah wali min awliyaillah, yakni Sayyidil Habib Ali bin Salim Al-Madhij. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah, memberikan rahmat kepada kita, dan tidaklah kita keluar daripada tempat ini kecuali dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah setelah dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala fi khairin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Sambil kita duduk, sambil kita mendengar, sambil pula lisan kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Masyarul hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya sebelum kita mendengarkan managib dan juga maitul hasanah, kami akan menyampaikan pengumuman maulid untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam besok, malam Rabu, tanggal 1 Rabiul Akhir, peringatan maulid akan diadakan di Majelis Taklim Al-Inayah, bertempat di Jalan Dr. M. Isa, Lorong Sungai Jeruju 2. Kemudian untuk malam berikutnya, malam Kamis 2 Rabiul Akhir, peringatan maulid akan diadakan di Majelis Ziarah Telaga Suida, bertempat di Telaga Suida 14 Ulu. Kemudian untuk malam berikutnya, malam Jumat
Tanggal 3 Rabiul Akhir, peringatan Maulid akan diadakan di majelis gabungan antara Majelis Gazebo dan Majelis Al-Awabin, bertempat di Jalan Ledda Ar-Razak, Kelurahan Duku, atau di rumah Bapak Pendi Daging. Kemudian untuk peringatan Maulid pada siang hari, besok hari Selasa, peringatan Maulid akan diadakan di Warung Sarapan Madinah, Jalan Dr. M. Isa, waktu jam 4 sampai dengan selesai. Demikianlah pengumuman peringatan Maulid untuk malam-malam berikutnya dan juga untuk sore hari. Ma'asyiral hadirin, yarhamni yarhamkumullah, mari sama-sama kita dengarkan yang pertama pembacaan manaqib dari Al-Habib Ali bin Muhammad, Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihid, akan dibacakan oleh Muallim Muhammad Akbar bin Zaid Al-Hindi, dan dilanjutkan dengan Maitul Hasanah yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Habib Rizki bin Segab Al-Habsyi. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Tuqru salata ala Nabi. Bismillah. Fahumul qaumul ladzina hudu wa bifadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fil qarani ahlul baitil mustafa tuhri hum amanul ardi faddakiri Rabbi fanfa'na bi barakatihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Sebelumnya kepada para habaib, para sadah, para syaraib, seorang abdun muznibun mukhtiun zu jarairi tidak pantas berdiri di hadapan antum membacakan biografi orang yang mulia. Namun ini imtisalul amr, juga idkhalus surur ala qalbi akhina fillah Sayyid Husain bin Muhammad bin Syihab, untuk kami membacakan sekelumit nubzatun daripada manaqib Al-Habib Ali bin Salim bin Syekh Al-Madihid. Mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan keberkahan beliau, kita yang hadir mendapatkan nahdharah dari beliau, kita yang hadir mendapatkan nafahat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihid, beliau dilahirkan di kota Palembang pada tanggal 31 Desember 1930 Masehi, bertepatan saat itu dengan 10 Sya'ban 1349 Hijriah. Sejak kecil beliau diasuh oleh ayahnya yang mulia dengan didikan jadduhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Habib Salim bin Syekh bin Aqil Al-Madihid. Ibu beliau adalah Syarifah Alawiyah binti Ahmad Al-Kaf. Nasab Al-Habib Ali bersambung kepada datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali adalah putra daripada Al-Habib Salim. Al-Habib Salim adalah putra daripada Habib Syekh. Al-Habib Syekh adalah putra daripada Habib Aqil. Habib Aqil adalah putra daripada Abdullah. Abdullah adalah putra daripada Aqil. Aqil adalah putra daripada Alwi. Alwi adalah putra daripada Abdullah. Abdullah putra daripada Salim. Salim putra daripada Husain. Husain putra daripada Alwi. Alwi putra daripada Aqil. Aqil putra daripada Abdullah.
Abdullah putra daripada Agil Al-Madihid bin Syekh bin Ali bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Ba'alawi bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Barbat bin Ali Khalid Khasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Nagib bin Muhammad An-Nagib bin Ali Uraidi ibn al-Imam Ja'far As-Sadiq ibn al-Imam Muhammad Al-Baqir ibn al-Imam Ali Zain Al-Abidin ibn al-Imam Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah wa radiyallahu ta'ala anhu wa Fatimatu Zahra Al-Batul binti Sayyidina Muhammad Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan beliau dalam menuntut ilmu, di samping banyak mendapatkan bekal pelajaran ilmu, akhlak dan adab dari kedua orang tuanya, Al-Habib Ali bin Salim pun banyak mendapatkan ilmu dan ilbas daripada guru-gurunya. Selagi muda, beliau banyak mendapatkan bimbingan daripada Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Juga Al-Habib Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Beliau yang mulia tak pernah membuang kesempatan untuk mengambil manfaat dari orang-orang besar lainnya. Al-Habib Ali juga pernah belajar kepada Al-Alif Billah Al-Habib Muhammad bin Husain bin Syihab. Juga kepada Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun orang-orang yang dekat dengan beliau, yakni Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syihab, Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habshi Al-Mashhur bi Ustadz Maci, wal Habib Abdullah bin Usman Madihid dan Habib Husain Ba'bud, juga masih banyak lagi yang lainnya. Keteladanan beliau, Al-Habib Ali bin Salim merupakan sosok yang perlu diteladani dan pantas untuk diteladani. Beliau berjalan mengikuti salafnya terdahulu. Beliau terkenal sangat tawaduk dan rendah hati. Beliau menyayangi anak-anak kecil dan selalu memberi motivasi kepada pemuda untuk sedapatnya menjalankan dakwah Islami secara estafet dan lebih baik lagi. Saat usia tua pun beliau selalu menghadiri majlis-majlis ta'lim walau sangat jauh daripada tempat tinggalnya. Akhlak beliau radhiyallahu taala anhu, Al-Habib Ali memiliki hal yang tinggi dan agung. Namun semua itu dapat beliau tutupi dengan sikap tawaduknya. Pernah suatu hari Al-Habib Ali berziarah ke makam Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habshi. Namun sebelum itu beliau terlebih dahulu ziarah kepada Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin yang merupakan guru beliau. Padahal semasa hidupnya Al-Habib Alwi pernah berpesan agar bila ia wafat hendaknya kalau ingin ziarah harus mendulukan kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habshi. Karena terlupa, saat itu Al-Habib Ali mendahulukan pada Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Habib Ali bin Salim mengatakan bahwa pada saat itu secara yaqadatan ia diingatkan oleh Habib Alwi bin Ahmad Bahsin karena ia telah lupa untuk mendahulukan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habshi. Ahlan wa sahlan bi hudurikum Al-Habib Abdul Qadir bin Ali bin Abdul Qadir Al-Habshi. Karena sikap tawaduknya, Al-Habib Ali dapat menutupi kewaliannya hingga datangnya Arif Billah Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri ke kediaman beliau.
Banyaknya tamu yang hadir saat itu hingga tak muat untuk menampung semua tamu ke dalam rumah beliau yang mulia. Pada sambutannya, Al-Habib Salim menyatakan bahwa beruntunglah orang yang dapat berjumpa dengan Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihid, karena sesungguhnya ia adalah waliyun min auliyaillah di kota Palembang ini yang tidak ada keraguan atas kewaliannya. Semasa hidupnya Al-Habib Ali bin Salim memiliki suatu sir atau tanda yang berbentuk nur atau cahaya-cahaya. Hal itu sungguh menjadi pertanyaan baginya yang tak terjawab. Banyak para habaib diharapkan dapat memberi jawaban pada beliau, hingga datang sakit pada Habib Ali bin Salim Madihid yang menyebabkan beliau tidak keluar lagi dari rumahnya. Tidak lama setelah kunjungan Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, seorang murid beliau menyampaikan kabar gembira bahwa ia ru'yah atau bermimpi bertemu Al-Habib Salim Asy-Syatiri yang meminta supaya menyampaikan kepada Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihid tentang hakikat sir tersebut adalah jawabannya ada pada surat An-Nur. Dengan itu gembiralah hati Habib Ali bin Salim Al-Madihid seraya menyatakan hak ini ru'yah. Wafatnya beliau radhiyallahu taala anhu, Al-Habib Ali bin Salim bin Syekh Al-Madihid. Beliau berpulang ke rahmatullah pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1423 Hijriah bertepatan dengan 10 Februari 2003 Masehi di kediaman ayahandanya Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Salim bin Syekh Al-Madihid di Sungai Kangkang 14 Ulu Palembang. Kemudian beliau dimakamkan di pemakaman Habaib Telaga Suwida 14 Ulu Palembang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerangi makbarah beliau. Nawwarallahu darihahu wa qaddasa sirrah wa 'ada 'alaina min barakatih wa asrarih wa anwarih wa imdadih wa nafahatihi wa qudsiyatihi wa nadratihi fid din wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, kami teringat sebuah hadis sabda Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan tentang sosok-sosok seperti Al-Habib Ali bin Salim bin Syekh Al-Madihid ini. Dari Al-Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Anil Imam Malik bin Anas Al-Isbahi, Anin Nafi' An Ibnu Umar Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi la unasan laisu bil anbiya wala syuhada. Sesungguhnya Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai hamba-hamba. Mereka bukanlah para nabi, juga mereka bukan para orang-orang yang mati syahid. Yaghbituhumul anbiya wa syuhada. Akan tetapi para nabi dan orang-orang yang mati syahid ghibtah kepada mereka, iri kepada mereka, iri akan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, kata Rasulullah, inna wujuhahum lanurun. Sesungguhnya wajah-wajah mereka dipenuhi dengan cahaya. Wa qala ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Fatuba man jalasahum wa danahum. Kata Nabi Muhammad SAW, sungguh beruntung orang yang pernah duduk dengan mereka, sungguh beruntung orang yang pernah dekat dengan mereka. Wa man jalasahum wa danahum wajabat mahabbatullah. Siapa orang yang pernah duduk dengan mereka, dekat dengan mereka, maka ia wajib mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir semua mendapatkan keberkahan Habib Ali, kita semua mendapatkan keberkahan Rasulullah, kita mendapatkan keberkahan para habaib yang hadir pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah akan ada dua penceramah, diawali dengan oleh Ustaz Al-Habib Rizki bin Segaf Al-Habsyi yang akan dilanjutkan dengan tamu kita dari Hadramut, Sayyidina Al-Habib Abdul Qadir bin Ali Al-Habsyi yang akan diterjemahkan oleh Sayyidina Al-Habib Muhammad Asgab. Nah, Habib Hadi. Ya khair. Allah ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rabbi qiyami la bi nafsi wala siwa. Fasyukri lahu subhanahu wa thana'i. Ma'asyiral ahbab al-kurama, hafizakumullahu lana. Yang kami hormati segenap syiban, segenap tetua, segenap sesepuh, para habaib, para asatidzah. Wabil khusus natasyarraf bimaji'il habib Abdul Qadir bin Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Habsyi. Matta'ana Allah bituli hayatikum syarifah. Juga ada bersama kita Al-Habib Ali Al-Bin Hamid hafizahullah wa ra'ah. Juga Al-Habib Muhammad As-Segaf. Dan lain-lain masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun insyaAllah tidak mengurangi rasa hormat saya. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang telah Ia berikan kepada kita. Hingga di saat ini Allah izinkan kita untuk menapakkan kaki ke rumah yang penuh berkah. Rumah yang penuh rahmat. Rumah yang penuh nazrah. Rumah seorang waliullah Al-Habib Ali bin Salim bin Syekh Al-Madihij. Waliyun mastur, seorang wali yang tak dikenal di muka bumi. Tapi kita yakin ahli langit mengenal beliau. Beginilah Palembang ibadallah. Tak dulu tak sekarang masih banyak yang mastur fa ahsinudz dzunun. Maka kita harus berhusnudzon kepada semua orang-orang tua yang ada di Palembang. Yang mungkin namanya pun kita tidak kenal, bisa jadi. Tapi boleh jadi mereka adalah waliullah azza wajal, terkhusus mereka para zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 63 tahun. Terlahir sebagai yatim dan di usia 6 tahun ibunda meninggal. Ikut kakeknya sampai 8 tahun, 2 tahun bersama sang kakek. Kemudian diasuh oleh paman beliau Abdul Muttalib. Sampai beliau berusia 50 tahun sampai dinikahkan oleh Abdul Muttalib. Atau lebih tepatnya afwan Abu Talib. Kemudian Abu Talib meninggal dunia. Istri beliau pun Sayyidah Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid meninggal dunia. Beliau berhijrah 3 tahun setelahnya ke kota Madinah Al-Munawwarah. Yang pada mulanya Madinah bernamakan Yathrib. Tempat wabah penyakit. Tempat orang-orang saling bermusuh-musuhan, berpecah belah. 300 tahun orang-orang Aus dan Khazraj terpecah belah, berperang selalu, berbunuh-bunuhan, pertumpahan darah. 300 tahun ibadallah. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Yathrib berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Perpecahan dihilangkan oleh beliau atas izin Allah. Wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum walakinna Allah allafa bainahum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Sayyiduna Anas bin Malik berkata, demi Allah, hari terindah di Madinah, hari yang paling terang benderang kota Madinah ini adalah ketika hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau sampai dari Makkah ke kota ini, ribuan orang menyambut tala'al badru alaina. Min thaniyatil wada'i wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Madinah menjadi harum. Madinah menjadi makmur, terang benderang dengan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah momen yang paling menyenangkan di kota Madinah. Sebaliknya kata beliau, momen yang paling menyedihkan, momen yang seakan-akan semua orang memiliki hati yang gelap, mendung, karena di hari itu adalah hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat Nabi
maka Madinah pun menggelap. Ini kata beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai sakit 2 minggu sebelum beliau meninggal. Meninggal tanggal 12 Rabiul Awal, mulai sakit tanggal 29 Safar di hari Senin. Saat itu baru saja selesai beliau mengantar jenazah seorang sahabatnya. Saat pulang ke rumah beliau merasa sakit di kepalanya, panas di tubuhnya. Sesampai di rumah beliau beristirahat dan hari demi hari tetap penyakit tersebut tidak hilang dari tubuh beliau. Bahkan bertambah hari bertambah sakitnya. Sampai ketika 1 minggu sebelum Nabi meninggal, di hari Senin tepatnya, beliau meminta izin kepada semua istrinya agar diberikan izin untuk menginap di rumah istri beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha. 2 hari setelahnya, tepatnya di hari Rabu, 5 hari sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah adzan zuhur dikumandangkan, beliau sudah bersiap untuk laksanakan sholat zuhur. Sakit beliau bertambah memuncak, bertambah parah. Saat itu beliau pingsan. Setelah beliau pingsan, beliau minta diambilkan 7 girbah air, bahasa kita zaman sekarang 7 ember. Didatangkan air tersebut dan beliau meminta kepada para sahabat yang ada, sirami tubuhku. Dengan 7 ember tersebut diguyurkan ke tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyegarkan diri mau sholat zuhur berjamaah bersama para sahabat. Setelah disiramkan, hasbukum kata beliau, cukup. Di saat itu beliau keluar dari rumahnya dalam kondisi yang sedikit fit dari sebelumnya, dalam keadaan kepala terperban untuk menghilangkan rasa sakit yang ada di kepala beliau. Shallu ala Muhammad. Subhanallah, beliau sedikit berkhutbah, kemudian sholat zuhur berjamaah. Setelahnya beliau menawarkan, siapa yang kira-kira aku punya salah kepadanya, ayo balas. Ini pundakku. Siapa yang kira-kira pundaknya pernah kupukul, pundakku ada di sini, silahkan balas kalau dia mau, kata Rasul. Aku ada di sini, siapa orang yang kira-kira pernah aku caci harga dirinya, aku Muhammad bin Abdullah ada di hadapan kalian, balas caci aku. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kembali, yang mana di dalam khutbahnya di antara yang beliau katakan, inna abdan khayyarahullahu baina ayyutiyahu min zahratid dunya ma syaa wa baina ma 'indah fakhtara ma 'indah. Ada seorang hamba, kata Nabi, yang Allah berikan pilihan untuk terus hidup di dunia selama apapun dia mau. Dan Allah akan berikan berbagai macam gemerlap dunia sebanyak apapun dia mau. Dan Allah berikan pilihan kedua, yaitu adalah darul akhirah, berjumpa dengan Allah. Fakhtara ma 'indah. Di saat itu hamba tersebut memilih agar berjumpa dengan Allah. Di saat itu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq yang teramat peka dengan isyarat Nabi ini mulai menangis. Fadainaka bi abaina wa ummahatina ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ibu dan bapak kami semua sebagai tebusan untuk diri Anda ya Rasulullah. Di saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasehati dengan nasihat yang membuat para sahabat rata-rata dari mereka menangis, ibadallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keesokan hari pun tiba. Itu hari adalah hari Senin 4 hari sebelum wafatnya beliau, hari Kamis. Beliau mengimami subuh, zuhur, asar sampai maghrib membaca surah wal mursalati urfa, fal asifati asfa. Ternyata itu adalah salat terakhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Setelah maghrib beliau kembali sakit. Yang mana penyakit ini sudah dari 10 hari sebelumnya. Beliau tahan. Akhirnya beliau kembali pingsan. Adzan Isya dikumandangkan. Beliau siuman. Dan beliau meminta air. Diambilkan air. Beliau guyur tubuhnya untuk menyegarkan tubuh. Beliau berdiri, paksakan diri. Terjatuh pingsan lagi. Siuman lagi, guyur tubuh lagi dengan air, berdiri lagi, paksakan diri. Beliau pingsan lagi, terulang sebanyak 3 kali. Beliau berkata, asallan nas. Apakah orang-orang sudah sholat? Apakah orang-orang sudah lakukan Isya?
La ya Rasulullah, hum yantazirunak. Tidak ya Rasulullah, mereka semua sedang menunggu Anda. Kemudian beliau berucap, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat. Itu adalah salat terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maghrib hari Kamis, malam Jumat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau ingat hari Senin beliau menangis. Suatu ketika beliau duduk dengan para santrinya. Beliau menangis sampai tangisannya membasahi tempat duduknya. Yaumul Khamis, wa ma yaumul Khamis? Apakah kalian tahu kisah sedih di hari Kamis? Apa itu wahai imam? Itu adalah akhir salatnya Rasulullah bersama kami. Wal mursalati urfa. Sebagian sahabat mendengar ini ayat menangis. Kenapa ini adalah akhir ayat yang dibaca oleh Nabi di dalam salat kami bersama beliau? Kemudian keesokan hari pun tiba Jumat, berlalu dalam kondisi yang sangat kritis bagi Nabi. Sampai tiba hari Sabtu. Di hari Sabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedekah dengan 7 dinar. Setelah itu beliau memerdekakan semua budaknya. Setelah itu beliau memberikan semua senjata yang beliau miliki untuk para sahabat-sahabat yang ada. Sampai tiba hari Senin di pagi hari. Saat itu Rasulullah SAW di waktu subuh membuka pintu jendela rumah Siti Aisyah. Beliau buka tabirnya. Beliau lihat ke arah luar, yang mana luarnya adalah dalaman Masjid Nabawi. Para sahabat sedang sholat, diimami oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad buka itu tirai. Beliau lihat para sahabat yang sedang sholat, beliau bahagia. Beliau tersenyum. Para sahabat yang sudah 3 hari lebih tidak berjumpa Nabi. Di saat itu mereka hampir membatalkan sholat yang sedang mereka lakukan. Karena ingin mendekati Nabi, mencium dan memeluk Nabi. Hampir batal sholat mereka. Sampai Rasulullah berikan isyarat. Teruskan sholat kalian. Teruskan sholat kalian. Beliau tutup tirai tersebut sampai tiba keesokan harinya. Hari Senin ibadallah. Di saat itu, tepatnya di waktu pagi, inda mashtidadid duha, waktu pagi sudah memuncak, sebentar lagi zuhur tiba. Di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring lemas, tak berdaya, bahkan untuk mengangkat tangan sekalipun beliau tak mampu. Dibaringkan di pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Di saat itu Nabi berbisik kepada Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Fatimah pun menangis, dibisikkan kali kedua, akhirnya beliau pun tertawa. Kemudian Siti Aisyah bertanya, apa yang dibisikkan oleh beliau kepadamu ya Fatimah? Bisikan pertama beliau bilang bahwa sebentar lagi beliau akan meninggal. Maka aku menangis. Bisikan kedua beliau kabarkan bahwasannya tak lama lagi aku akan menyusul. Maka aku tertawa bahagia. Beliau panggil semua istrinya, diberikan wasiat. Beliau panggil Hasan dan Husain, diberikan wasiat. Ibadallah, di antara kalimat yang sering beliau ulangi di saat itu, ummati, ummati. Kita yang tak punya apa-apa, yang sama sekali tak punya jasa kepada beliau, yang sangat beliau cintai, hidup dan matinya untuk kita, bukan karena apa-apa, karena kita umat beliau. Shallu ala Muhammad. Ibadallah, di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke arah langit, menatap pula ke arah langit. Beliau berdoa dengan suara yang parau, susah didengar kecuali oleh orang yang sangat dekat sekali. Beliau berkata, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, Allahumma ighfirli warhamni. Allahumma ar-rafiqal a'la. Allahumma ar-rafiqal a'la. Allahumma ar-rafiqal a'la. Jari telunjuk yang diangkat terjatuh. Mata yang melihat ke arah langit mulai terpejam. Ya Allah, kumpulkan aku bersama para syuhada, kata beliau. Bersama para salihin. Ampuni aku, rahmati aku ya Rabb. Berjumpa denganmu ya Rabb. Jumpa denganmu ya Rabb. Jumpa denganmu ya Rabb. Beliau pejamkan mata. Dan beliau meninggal dunia. Tiba Sayyidina Umar bin Al-Khattab dengan Mughirah bin Syu'bah ingin membesuk Nabi.
Di saat itu Sayyidina Umar bin Khattab melihat Rasulullah terbaring, terbujur kaku, tak bergerak, bahkan tak ada nafasnya. Beliau berkata, beliau seperti Nabi Musa, kata Sayyidina Umar. Pergi 40 hari meninggalkan kaumnya sehingga dikira sudah meninggal dunia, kemudian kembali lagi. Itulah yang sekarang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Rasulullah tidak mati. Masih ada orang-orang munafik, tugas Nabi belum selesai. Itu kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, aku tebas lehernya dengan pedangku. Di saat itu Salim Maula Abi Hudzaifah menjemput Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menenangkan para sahabat yang kian sedih. Di saat itu Salim Maula Abi Hudzaifah datang dengan berlinang air mata. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq duduk di rumahnya. Melihat Salim menangis, aku bila Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar, apakah Rasulullah meninggal? Naam ya Abu Bakar, betul. Rasulullah meninggal dunia. Langsung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sudah dikuatkan hatinya oleh Allah, menaiki kudanya, menuju ke masjid Nabi, turun, berjalan masuk ke dalam masjid. Semua sahabat ramai, tak satu pun beliau ajak bicara. Sampai beliau masuk ke dalam rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah sudah diselubungi dengan kain. Beliau buka wajah Nabi yang mulia yang terang benderang. Akhirnya beliau cium, beliau peluk dengan penuh tangis. Anta, kata beliau, engkau sungguh harum saat engkau masih hidup, bahkan setelah engkau meninggal ya Rasulullah. Beliau langsung keluar. Di saat itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab sibuk mengancam umat. Siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal, ku tebas lehernya. Akhirnya di saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, Ayyuhan nas, Ayyuhan nas. Semua sahabat mendekat kepada beliau dan meninggalkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau berkata, Man kana minkum ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana minkum ya'budullaha fa inna Allaha hayyul la yamut. Qala Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Siapa yang sembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah meninggal, kata beliau. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah tak akan pernah mati selama-lamanya. Apakah kalian lupa bahwa Allah pernah berfirman, Nabi Muhammad tidak lebih dari sebagai seorang Rasul, beliau bukan Tuhan. Apakah nanti jikalau suatu saat dia meninggal dunia, kalian akan berpaling tinggalkan ajaran-ajarannya? Yang berpaling tak akan pernah merugikan Allah sedikit pun. Itu firman Allah. Para sahabat berkata, demi Allah, di saat itu kami tak pernah ingat bahwasannya ada firman tersebut. Sampai Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq menyebutkannya, baru kami ingat. Sayyidina Umar bin Al-Khattab bercerita setelah itu, saat aku mendengar Abu Bakar mengucapkan itu ayat, baru aku tersontak. Nabi Muhammad hanyalah manusia yang Allah angkat menjadi Rasul, bukan Tuhan yang tak bisa mati. Saat itu kakiku tak mampu untuk menopang tubuhku, aku terjatuh di tanah dan aku menangis. Aku sadari benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah meninggal dunia namun hanya fisiknya. Jangan pernah kita berkata Rasulullah meninggalkan kita. La ya ibadallah. Sejak Rasulullah mulai diutus oleh Allah sampai beliau meninggal dunia, sampai hari ini, sampai detik ini, sampai kiamat nanti, beliau selalu bersama kita. Rasulullah tak pernah mati. Beliau hanya berpindah alam saja, ibadallah. Rasulullah bersabda dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Al-Imamul Bazzar, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupnya aku baik untuk kalian dan matinya aku pun baik untuk kalian. Tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Kalau saya hidup, apapun yang kalian lakukan akan aku bimbing. Aku akan bimbing segala apa yang kalian lakukan, itu baiknya hidupnya aku, kata Rasulullah. Wa wafati khairul lakum. Tu'radu alayya a'malukum. Fama ra'aitu min khairin hamitullaha alaihi wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartu lakum. Adapun kalau aku meninggal juga baik untuk kalian,
bahwasannya saat aku sudah meninggal, segala apa yang kalian lakukan Allah laporkan kepadaku. Maka kalau kelakuan kalian baik, aku bersyukur kepada Allah. Namun jikalau sebaliknya, maka aku mintakan kepada Allah ampunan untuk kalian. Rasulullah selalu bersama kita, hadirin. Bahkan di dalam makamnya sekalipun, beliau selalu memantau kita. Beliau selalu menjadi pemeran utama untuk menjadi orang yang selalu menolong kita. Saat kita butuh ampunan, beliau adalah orang pertama yang memintakan ampunan tersebut kepada Allah. Saat kita berdosa, mungkin kita tidak terfikir untuk langsung bertobat dan beristighfar. Namun, bisa jadi sebelum itu, Rasulullah SAW lah orang yang duluan meminta kepada Allah pengampunan untuk kita. Allah berfirman, "Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul, lawajadullaha tawwabar rahima." Ini firman Allah. Sebagaimana apa yang Nabi katakan, Allah pun senada mengatakan hal tersebut. Jikalau mereka orang-orang melakukan kezaliman, kemaksiatan, keharaman, perbuatan dosa yang tak baik, kemudian mereka datang kepadamu, wahai Muhammad, dan meminta ampun kepada Allah, engkau pun memintakan ampun kepada Allah untuk mereka, maka pasti Allah akan ampuni dosa mereka. Apa syaratnya? Datanglah kepada Rasulullah. Jauh Madinah Al-Munawwarah, maka panggil ruhnya Rasulullah ke sini. Salawat kepada Nabi, sebut sejarah hidupnya Nabi. Insyaallah Rasulullah yahduru ma'ana. Ya Rasulullah ji'nak ya Rasulullah, ji'nak. Kami datang kepadamu ya Rasulullah. Ini yang kita baca di mahallul qiyam. Ya Rasulullah ji'nak li ziyarah qasidina nartaju minka syafa'ah inda rabbil alamina. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, innal musiiina qad ja'uk lidzambi yastaghfirunallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasannya bersama kalian ada Rasulullah. Ini kata Allah ini. Ini kata Allah. Ketahuilah bahwasannya bersama kalian ada Rasulullah. Karena Rasulullah tak pernah luput dari apa yang kita lakukan. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Berkaryalah, berbuatlah, lakukanlah. Allah akan lihat apa yang kalian lakukan. Nabi Muhammad pun juga sama, akan lihat apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan. Semoga kita menjadi umat yang membanggakan, melakukan banyak hal yang baik agar Rasulullah tahu kebaikan tersebut dan beliau berbahagia karenanya. Bukan malah menjadi umat yang menyedihkan beliau dan merepotkan beliau. Semoga Allah pun juga berkenan untuk kumpulkan kita semua nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Rasulullah pernah bilang kepada para sahabat, mungkin kita tak bisa jumpa lagi wa inda mau'idukumul haud, tapi nanti jumpanya di haud, al-haudul kautsar, telaga al-kautsar. Insyaallah Allah izinkan kita untuk jumpa beliau. InsyaAllah di akhirat dengan mudah Nabi akan temukan kita. InsyaAllah beliau akan bimbing kita semua sampai ke telaga Al-Kautsar. Beliau berikan minuman tersebut kepada kita. Rasulullah selalu bersama kita. Di hidup kita di dunia. Bahkan nanti di mahsyar. Bahkan nanti di sirat. Bahkan nanti di mizan. Bahkan nanti insyaAllah sampai kita masuk ke dalam surga. Amin. Allahumma amin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Faqir sampaikan. Hadza ma naqul lakum wal'afu minkum. Wasamihuna ala al-italah. وما نقوم إلا لامتثال الأمر ورجاء النظرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أنا أصلا أحب اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة قد طال بكم المجلس، ولأجل هذا سنختصر اختصارا شديدا إن شاء الله. والغرض من الاجتماعات هذه إنما هي الفائدة وليس التطويل الذي يصل إلى حد الملل. فنقول في بادئة ذي بدء نشكر القائمين على هذا البيت وهذا المجلس، أصباط ومحبين وطلبة ومريدين
حبيبنا صاحب الذكرى الحبيب علي بن سالم بن شيخ مديحج، نسأل الله أن يعود علينا من أسراره وبركاته وأنواره. الحبيب عبد القادر Al-Habib Abdul Qadir memulai mau'idhahnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan acara ini sudah cukup panjang. Tentunya kalian semua sudah lelah. Oleh karena itu saya akan sangat-sangat menyingkat apa yang akan saya sampaikan, karena sesungguhnya majelis itu yang dibutuhkan adalah faedah. Bagaimana kita bisa mengambil faedah daripada majelis tersebut. Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada segenap keturunan daripada Sahibul Hadrah wal Maqam Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihij yang telah menyelenggarakan acara seperti ini. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. الحق سبحانه وتعالى يقول قد جاءكم نور من الله وكتاب مبين، والكتاب المبين هو القرآن العظيم، والنور هو النبي العظيم. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an menyatakan, sungguh telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang memberikan pencerahan kepada manusia. Kitab yang dimaksud adalah Al-Qur'an dan cahaya yang dimaksud oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال في سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. Beliau membawakan sebuah ayat dalam surat An-Nur yang mana Allahu nurus samawati wal ard, bahwasanya Allah adalah cahaya bumi dan langit. Mathalun nurihi kamishkatin fihi misbah. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti kaca yang di dalamnya ada cahaya, ada lampunya. Ini perumpamaan. Al-misbahu fi zujajah. Al-misbahu fi zujajah. Naam, seperti lampu di dalam botol kaca. Naam. كأنه كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية لا غربية. Cahaya itu bisa menerangi semuanya. Dan itu cahaya tumbuh dia tanpa bukan karena bahan bakar atau minyak atau apa ya, tapi dia tidak hanya terang cahaya itu, tapi berkilau. Dan biasanya kalau lampu ini cahaya itu kan ada api, itu nggak ada apinya, tapi ada cahayanya. Cahaya itu adalah cahaya yang paling indah, yang keindahannya tidak tertandingi oleh cahaya apapun. Bahkan semua cahaya yang ada di bumi ini adalah bagian daripada cahaya itu. Yahdi li nurihi may yasha. Dan dengan cahaya ini Allah memberikan pencerahan kepada siapa saja hamba yang dikehendakinya. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية ضرب لنا المثل عن النور، والنور هذا يكون في القلب، والقلب هذا هو الذي يفسر في بعض الأحيان الفؤاد، ويفسر في بعض الأحيان العقل. فشبه لنا في هذه الآية في سورة النور، وبالمناسبة الآية تسمى آية النور، والشاهد منها
نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى هذا النور. Amin. Cahaya itu yang dimaksud oleh Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada setiap yang dikehendakinya. Ini cahaya itu bersemayamnya di hati. Jadi ada hati yang dia layak mendapatkan cahaya. Jadi hati itu kata beliau kadang-kadang diterjemahkan dengan hati, al-qalb, ada juga al-fuad dan istilah-istilah yang lain. Tapi yang pasti hati itu adalah tempat di mana ya, di mana cahaya Allah bisa bersemayam di situ. Nah, ini nur cahaya ini kalau sudah sampai di hati seseorang maka akan membawa hidayah kepada orang tersebut. Nah. وكيف تريد أن يحل النور في قلبك وفي قلبك وفي عقلك وفي روحك وفي سرك وأنت ترتكب المخالفات والمعاصي فهذا لا يتأتى. من أراد النور فعليه بالتقوى وعليه بالطاعة. Kita ini butuh cahaya itu untuk tahu jalan. Kalau orang nggak ada cahaya kayak mobil nggak pakai lampu. Dia nggak tahu kanan kiri, nggak tahu ada lubang. Kita butuh cahaya ini. Nah, cahaya ini nggak akan bisa bersemayam di hati yang penuh dengan dosa. Hati yang selalu cenderung kepada kemaksiatan, kepada tidak baik. Ini cahaya hanya bisa bersemayam di hati orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka-mereka yang meninggalkan segala penyimpangan daripada ajaran-ajaran atau jalan yang ditentukan oleh Allah SWT. ثم بعد ذلك عليه كثرة ذكر الله حتى يتنور قلبه وعقله وروحه وكثرة الصلاة على النور سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Selain takwa, yang mana takwa itu adalah menjalankan perintahnya Allah dan meninggalkan larangan Allah. Selain itu ada jalan lain yang bisa menyebabkan cahaya itu singgah di hati kita, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membasahi lidah kita, pikiran kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bisa menyebabkan cahaya itu singgah di hati kita. ثم يساعد نفسه لكي يتلقى هذه الأنوار الناتجة عن فعل الطاعات واجتناب المحرمات وكثرة ذكر الله والصلاة على رسول الله بأن يصفي باطنه من الأمراض القلبية. Yang terpenting juga kata beliau, kita sudah bertakwa nih, takwa sudah, zikir sudah, salawat sudah. Nah, cahaya itu sudah kita sudah kena bagian nih, si fulan nih, oh ini bakal dapat cahaya. Cuman kita cahaya itu butuh wadah. Wadahnya cahaya itu hati. Makanya hati harus bersih dari segala sifat-sifat yang tidak baik. Hati mesti bersih, nggak boleh benci sama orang, nggak boleh suudzon sama orang. Bersih, bersih. Harus bersih. Baru itu cahaya bisa bersemayam. Jadi kayak begini saya umpamakan ini, saya kasih terjemahan supaya ini kan pada ngantuk semua nih. Jadi saya perlu perjelas. Ya la'anu na'sanin habib ana bawadhi hasil. Ya. Ini cahaya nih. Allah kasih ini, kita sudah zikir nih, sudah sholat, sudah zikir. Kita dikasih ini cahaya sama Allah Ta'ala. Cuma kan butuh wadah. Lah mau dituang ke hati, ini kalau hatinya penuh nggak bisa masuk. Mesti bersih dulu. Mesti bersih, baru itu masuk. Tafadhal Habib. يقول حبيبي علي في قصيدته هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواءه حتى قال في آخر القصيدة فيا ربي شرفني برؤية وجهه وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه. Habib Ali sahibul Maulid, beliau memuji Nabi Muhammad dalam sebuah qasidahnya yang sering kita dengar, huwan nuru yahdil hairina dhiya'uhu. Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Yang mana cahaya ini bisa membuat orang-orang yang bingung tidak tahu jalan itu tidak kesasar. Tidak tersesat dari cahaya Nabi Muhammad. Huwan nuru yahdil hairina dhiya'uhu. Cahayanya bisa bikin orang tidak tersesat. Dan panjang lebar berinya. Huwan nuru yahdil hairina dhiya'uhu wa fil hasyri dhillul mursaina liwa'uhu.
Dan nanti yaumul qiyamah ini di dunia ini, orang yang cinta Nabi, selawat sama Nabi, dia akan lempeng jalannya. Dia tahu nih, oh ini ada racun nih, ini ada ranjau nih, dia tahu. Kenapa? Lampunya adalah nur Muhammad SAW. Ini di dunia. Nanti di akhirat, dia ini akan, nur Nabi Muhammad ini akan menjadi payung kita. Di tengah orang-orang sudah kepanasan, tenggelam dengan keringat dan sebagainya, payungnya adalah nur Muhammad SAW. Dan di akhir, makanya di akhir qasidah, Habib Ali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fa ya Rabbi, ya Allah, syarifni bi ru'yati sayyidi." Ya Allah, muliakan aku, hambamu ini, untuk bisa memandang wajah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإذا ما أردت أن ترى النور أن ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك بتصفية قلبك وصداء قلبك من هذه الأمراض القلبية من الحسد ومن الحقد ومن الغل ومن التحامل على أي أخ لك في الإسلام. Kalau kepingin ini cahaya benar-benar ada di hati, menerangi hati kita, bersihkan hati dari rasa dengki, benci sama orang, buruk sangka sama orang, iri sama orang, merasa diri baik, dan semua penyakit-penyakit hati bersihkan. Kalau enggak, Nabi Muhammad jauh dari kita. Nabi Muhammad terlalu suci, enggak bisa nempel kecuali dengan yang suci. هذه الأمراض القلبية التي ذكرها سيدنا الإمام الغزالي في كتابه المنور الإحياء وضعها في ربع المهلكات لأنها تهلك الدين وتأكل الطاعات والحسنات ولا ينفع بعد ذلك لا تقوى ولا طاعة، كما قال تعالى في قرآنه يوم لا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Masalah ini, masalah hati ini, Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Ihya-nya menjadikan seperempat seperempat daripada Rub'ul Muhlikat, seperempat daripada kitab itu membicarakan tentang ini. Dikasih judul Rub'ul Muhlikat, seperempat yang bisa membinasakan. Itu semua bicara tentang hati, tentang hati. Karena orang yang hatinya kotor, ada benci sama orang, ada iri sama orang, ada dengki sama orang, ada sombong merasa lebih baik dan ingin lebih dari ingin apa? Dimuliakan lebih dari orang lain karena merasa dirinya hasil itu penyakit hati ini. Ini kalau orang di hatinya ada ini, tidak berguna. Takwanya, sholatnya, ibadahnya mental semua karena hatinya kotor. وعندما يتصفى القلب يكون متهيئ للأسرار ويكون متهيئ لحقيقة الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته يوما لم يفضلكم أبو بكر في شيء غير شيء وقر في قلبه. ما هو الذي وقر في قلب سيدنا أبو بكر؟ النور الإلهي والنور المحمدي والنور القرآني والنور المصطفوي. Jadi ini kebersihan hati ini yang bisa menerangi hati. Bahkan Nabi Muhammad SAW, ini orang kalau bersih hati ini datang semua kebaikan-kebaikan itu datang sama dia. Sayyidina Abu Bakar dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Hei sahabat-sahabatku, ketahuilah antara kalian sama Sayyidina Abu Bakar itu sama, manusianya sama. Cuma yang membedakan kalian dengan Abu Bakar adalah kebersihan hatinya. Yang membedakan kalian dengan Sayyidina Abu Bakar adalah cahaya yang bersemayam di dalam hatinya." وقال في الحديث الآخر بما معنى الحديث يدخل الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان عرفناه فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي الذي لا غل ولا غش في قلبي ولا حسد على أحد. Kata Nabi Muhammad dalam yang lain, surga itu adalah tempat, tidak semua orang itu bisa masuk surga. Surga itu adalah tempatnya orang yang bertakwa. Yang bertakwa. Yang kedua, orang yang surga itu adalah tempatnya orang yang lisannya lempeng, benar. Kalau ngomong benar, nggak nyakitin orang, nggak nyesatin orang, itu satu. Yang kedua,
Mahmumal galab. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kalau sadukul lisan saya paham, kami paham. Tapi mahmumul galab ini apa? Kata Nabi Muhammad, orang yang hatinya bersih. Penuh dengan takwa, takut kepada Allah. Dan hatinya bersih. Itu tempatnya di surga. فإذا ما أردت الجنة فعليك بهذه الصفتين صدق اللسان ويكون قلبك صافي نقي لا غل ولا غش فيه على أي أحد من المسلمين. Kalau pengen surga, kata beliau, pegang dua perkara ini. Yang pertama, jaga lisan, jangan ngomong sembarang, jangan nyakitin orang, jangan nyesatkan orang. Yang kedua, jaga hati. Jangan ada benci sama orang, jangan ada curiga sama orang, jangan buruk sangka sama orang, jaga hati. Surga tempatnya. لأن مثل هذه الاجتماعات كما يقول حبيبي علي في قصيدته يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم. قال في بيت في القصيدة والعبد يلقاك يا المولى بقلب سليم. فتظهر هذه الاجتماعات وثمرة هذه الاجتماعات بسلامة القلب والصدر والباطن. وقبله القرآن العظيم جاء لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون. فتظهر سر الصلاة على النبي تظهر بسرعة في قلبك. ذكر الله يظهر عندما يكون قلبك نظيف صافي نقي. Kata beliau, ini acara-acara maulid nih yang kita hadirin tiap malam, tiap hari. Nah, ini tujuannya apa sih? Supaya ada lampu hati kita ini. Ini hati kita ini bisa kotor, bisa macam-macam tuh karena gelap. Namanya gelap kan apa? Bisa nyelonong nggak karu-karuan. Nah, kita butuh lampu, lampunya ini nur ini. Nah, nur ini yang bisa bikin hati bersih. Tujuannya maulid itu untuk itu. Makanya kata Habib Ali Habsyi Syalabiat, يا مولد المصطفى اللي مقامك عظيم. wahai apa Maulidil Mustafa, dzikra maulid ini yang mana makomnya kedudukannya tinggi sekali. بعدين آخر قصيدة قال والعبد يلقاك يا مولاي بقلب سليم. Dan di akhir qasidah yang paling mengatakan, ya Allah, para hamba-hambamu itu menjumpai engkau, mendatangi engkau ya Allah dengan hati yang bersih. Jadi tujuannya ini kita hadir maulid, pulang hati bersih. Kalau kuda hadir maulid 40 hari, masih ada dengki sama orang, ini berarti tanda tanya besar. بمعنى أنه ربط الموالد بصفاء الباطن والقلب. Artinya kata beliau, Habib Ali ini menerangkan bahwa maulid ini ada kaitannya sama kebersihan hati. Yang sering maulid hatinya pasti lunak dan bersih. Kalau enggak, ya wallahu a'lam bishawab. نبيكم محمد نختم بهذه القصة. نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ذات ليلة جالس مع صحابته في المسجد النبوي وقال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. التفت الصحابة يريدون يرون أبو بكر عمر عثمان علي فإذا به صحابي من الصحابة العاديين من عامة الصحابة. أول ليلة ثم ثاني ليلة قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. التفتوا الصحابة فوجدوا نفس الشخص. ثالث ليلة قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. التفت الصحابة فوجدوا نفس الشخص. تعجبوا الصحابة، ايش هذا الذي بينه وبين الله؟ ايش الخبيئة؟ ايش السريرة؟ ايش السر بينه وبين الله؟ حتى يبشره النبي بالجنة. سك شيك ضمان بالجنة. عمل ما عمل فهو من أهل الجنة لأن كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسقط في الأرض. Ini kata dia, saya tutup acara saya dengan cerita nih. Satu kali waktu Nabi lagi kumpul nih sama sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba Nabi ini kan paling demen nyenengin orang. Ini kerjanya Nabi. Kata Nabi, sebentar lagi nih akan ada orang yang masuk. Nih yang masuk orang itu adalah ahli surga. Adalah ahli surga. Sahabat nih yang ada di pikirannya, kalau enggak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pasti inilah, enggak mungkin ada yang menandingi 4 sahabat hebat ini kan. Ini sahabat termasuk apa namanya ring 1. Ya, bayangan mereka begitu. Enggak lama masuk orang biasa-biasa saja. Ini semua yang majelis, walaupun yang nggak nyangka, masa ini, kayaknya enggak. Rasulullah ngomong lagi besoknya, nanti akan datang nih, akan masuk nih orang ahli surga. Datang hamba Allah ini lagi. Terus orang nggak percaya, masa sih, masa nih orang yang biasa ini lebih hebat dari yang 4 tadi. Nggak masuk akal rasanya. Sampai ketiga kali dikatakan nanti bakal masuk nih orang yang ahli surga. Kata Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi yang ngomong nih. Nabi itu kalau ngomong sama kayak stempel.
Jadi kalau sudah dibilang sama Nabi ahli surga, pasti masuk surga. Stempel, masuk surga, pasti. Ya. Jadi orang sahabat pada siapa ini, siapa? Fadhal. فقال في نفسه عبد الله بن عمرو بن العاص سأخترع له عذر حتى أكتشف إيش هذا الذي يعمله بينه وبين الله حتى أقتدي به وأقلده. فاخترع له عذر وأراد أن يبيت عنده في البيت لكي يعلم ماذا يفعل وماذا يعمل، يستكشف. فلم يرى هذا الرجل إلا أنه شخص عادي من عامة المسلمين ومن عامة الصحابة، يصلي فرضه ويركع إذا شيء ركعات السنة والمؤكدات والرواتب ونام. فيراقبه 3 ليالي، افتكر أنه قائم لليل كله يتهجد لله سبحانه وتعالى أو غير ذلك، فلم يجده شخص عادي. فلما انتهت 3 الليالي قال له يا أخ الإسلام ويا أخ العرب، الموضوع كيت وكيت، يعني لا يوجد هناك شيء، ولكن اخترعت لك حيلة حتى أعرف هذا ليه، بسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل 3 ليالي يقول لنا 3 مرات يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فإذا به أنت. فما هذا الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى حتى يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البشارة الحسنة الزينة؟ قال كما رأيت يا أخا الإسلام، غير أني أولا بكاء فرحة أبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال القائل طفح السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرني أبكاني. ففرح بكاء من الفرح، فقال أبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فقال له أخبرني ما هو الذي بينك وبين الله؟ قال كما رأيت، غير أني لا أنام حتى أسامح وأصفي قلبي على كل مسلم سبني أو أهانني أو اغتابني أو انتهك شيء في حقوقي فأسامحه، وأدعو الله أن يلهم كل من أسأت إليه، فجل من لا يسهو وجل من لا يخطي وجل من لا يعني يظلم وينتهك، فأقول يا رب ألهمه أنه يسامحنا، فلا أبيت إلا وباطني صافي. فهذا الذي بهذا بشرنا صلى الله عليه وسلم. Abdullah bin Amr ya. Abdullah bin Amr bin As. Akhirnya ada satu sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Penasaran nih orang hebat bener nih. Ya. Kalau ibaratnya itu, kalau kita nih sekarang pakai sarungnya yang murah, kopiah biasa, sorban nggak pakai. Ya. Duduknya di belakang. Ya. Nggak nyangka kan masuk surga. Akhirnya tapi yang ngomong Rasulullah nggak bakal salah, Nabi bilang nggak bakal salah, Nabi bilang. Akhirnya Abdullah bin Amr penasaran apa sih hebatnya nih orang. Akhirnya dia cari-cari udzur, cari-cari alasan supaya dia bisa bermalam di rumahnya si orang yang dikatakan ahli surga ini. Akhirnya sepakat, baik saya tinggal di rumahmu 3 kali, baik silakan Anda bertamu di rumah saya 3 hari. 3 hari ini Abdullah bin Amr di rumahnya orang ini. Pikirnya Abdullah bin Amr, wah ini sholatnya 1000 rakaat, ya tasbihnya panjangnya mungkin berapa kilo gitu kali kan. Sekarang kan gitu demen orang gede-gedean tasbih. Dulu Siban kita malu pakai kalungan saya, sekarang kita pakai kalung tasbih. Ya. Wah pikirannya begini nih, tahu-tahu biasa-biasa saja, ya ibadah, sholat waktu sholat biasa, tidak ada yang lebih begitu loh. Sampai 3 hari akhirnya dibilang, ya akhal Arab, wahai saudaraku, maaf ya, terus terang saya ngomong. Sebetulnya saya tidak ada kepentingan nginep di sini ini. Cuma saya penasaran, kok Nabi menjamin kamu surga? Apa kelebihanmu ini? Saya kepingin tiru. Nah, kelebihanmu apa? Begitu dengar ini si orang ini bilang, bener Nabi bilang 3 kali kamu ahli surga. Nangis dia saking girangnya. Yang jamin Nabi Muhammad. Ya. Udah. Nangis dia girang, terus dia bilang, apa kerjaanmu ini apa sampai kau dapat keistimewaan itu? Kata dia, yang kamu lihat 3 hari itu ya itulah keseharian saya. Hanya saja barangkali mungkin itu yang menjadi alasan. Saya ini tiap hari saya tidak tidur kecuali saya menyatakan, ya Allah, saya maafkan semua orang yang salah kepada saya. Saya maafkan semua orang yang mendolimi saya. Semua orang yang merugikan saya maafkan ya Allah. Dan aku mohon kepadamu ya Rabb, kalau aku berbuat salah kepada siapapun ya Allah, karuniakanlah di hati mereka orang-orang yang telah aku salahi itu untuk mau memaafkan aku. Sehingga aku tidak tidur kecuali di hatiku tidak ada benci kepada siapapun.
Itu saja pekerjaan. لأجل ذلك سيدنا الجد الإمام الحبشي قال عودتني أمي منذ الصغر أن لا أنام حتى أسامح كل من أساء إلي وأدعو ربي أن يلهم أن يسامحني كل من أسأت إليه. Makanya اقتداء من هذه الحادثة وهذا الحديث. Dengan dasar kejadian itu, Al-Hubabah siapa? Habib Ali. Alwiyah Al-Jufri, ibunya Habib Ali Sahibul Maulid, itu dari kecil Habib Ali diajari kalau mau tidur, nak, sebelum kau pejamkan matamu, maafkan semua orang ya nak, supaya kau termasuk ahli surga. Dari kecil mau tidur ibunya bisikin dulu, maafkan semua orang nak. Sudah bu, sekarang kau minta sama Allah, ya Allah, kalau aku berbuat salah, berikanlah kepada orang yang aku salahi itu hidayah sehingga dia memaafkan aku. Dari kecil. فالأخير نستفيد من الدرس حاجتين، أنه لا تنفع كثرة العبادة وكثرة العلم مع هذه الأمراض القلبية كما جاء في الحديث الطويل بما معناه دب فيكم داء الأمم، لا أقول حالقة الشعر وإنما حالقة الدين، فلا ينفع كثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج ولا علم إذا كنت مريضا بهذه الأمراض القلبية. وبالمقابل عندما تكون صافي الباطن وعندك سلامة الصدر تنفع العبادة القليلة وترتقي مراقي أهل الرجال وأهل الكمال. Kesimpulan dari ceramah saya ini ada dua, kata dia. Yang pertama, orang itu butuh pengetahuan, butuh jadi alim, butuh jadi pintar supaya tahu jalan. Tetapi kalau kita berilmu tapi hati kita kotor, maka ilmu kita tidak banyak bermanfaat buat kita. Karena hatinya gelap. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, kalau kita punya hati bersih, suci hatinya, ibadah yang kita lakukan walaupun sedikit jumlahnya, sedikit pekerjaannya, tapi karena dia didasari oleh hati yang bersih, bisa menyampaikan kita kepada makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. وهذا ما تمثل في شخصية وفي شخص حبيبنا صاحب الذكرى وصاحب البيت حبيبنا علي بن سالم بن شيخ مديحج في هذه الصفات. Dan sifat ini yang saya ceritakan ini, itulah yang ada pada sosok diri Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihij. Ya. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اجعل في طاعتك فرحنا وسرورنا وفي مرضاتك جميع أمورنا. اللهم يا مطلعا على سرائرنا ونياتنا اقضي لنا جميع حاجاتنا واغفر لنا فيما مضى وما ياتي واكتبنا في ديوان ساداتنا يا رب العالمين. اللهم اقبل على مقبلنا بواسع رحمتك الشاملة. اللهم اشف مريضنا وافكك أسيرنا ويسر عسيرنا وهب لنا علما يصحبه النفع وعملا يصحبه القبول ومعرفة يصحبها الأدب. اللهم اقبل بكليتي عليك واجعل جميع توجهاتي إليك. اللهم لا تردنا في هذا الموقف صفر الأيدي يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. آمين. اللهم يا رب العالمين اجعل صدورنا صافية يا رب العالمين. اجعلنا من أهل سلامة الصدور ورقنا مراقي الرجال الفحول. يا رب العالمين. اللهم أعد هذه البركة، هذه المجالس وهذه الذكريات وهذه الحوليات وهؤلاء الرجال على قلوبنا وعقولنا وسرائرنا وأرواحنا ونياتنا يا رب العالمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، طول عمر في حسن عمل، ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلبا لا يخشع ونفسا لا تشبع وعينا لا تدمع يا رب العالمين. اللهم بحق النبي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما فرجت عن إخواننا في أكناف بيت المقدس وفي غزة ورفح يا رب العالمين. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم لا تحاسبنا بكل كبد جائعة ولا تعذبنا بكل نفس تموت بغير حق يا رب العالمين. أطل أعمارنا
وفقنا في طاعتك ورضاك، واحسن سابقتنا واحسن خاتمتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير آمين. وأعانهم عليه، آمين. وفقنا للخير وأعنا عليه. آمين. اللهم اجعل قلوبنا مؤهلة لأسرار نور النبي والصلاة على النبي ولأنوار القرآن ولنور العلم يا رب العالمين، بمحض تفضل وإحسان وكرم وجود ومنة وعطاء ونظر وعناية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا القوة المتين يا ذا القوة ويا مرحم المساكين ويا أرحم الراحمين، ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. عد علينا من أسرار أهلنا يا رب العالمين، وارزقنا التمكين والعافية والصحة وحسن الخاتمة. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين آمين آمين، متحققين بحقائقها سرا ومعنى، عالمين بعلومها باطنا وظاهر. آمين 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 يا مجيب السائلين بحق سيد المرسلين رحمتك برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. نزولا عن طلبة وأحفاد وأصباط حبيبنا علي بن سالم مديحج في إجازة في مولد صمت الدرر لسيدنا الجد الإمام صاحب الأنفاس الإمام علي بن مفتي مكة المكرم محمد بن حسين الحبشي. فإن صحت لنا بالإجازة فقد أجزناكم في قراءة مولد صمت الدرر وفي كتابته وفي حفظه، كما يوصينا ويجيزنا به الآباء والأشياخ عن سيدي الوالد الحبيب المنصب علي، عن والده سيدي الجد الحبيب المنصب عبد القادر، عن والده سيدي الجد الحبيب المنصب محمد، عن سيدنا الإمام صاحب الأنفاس مولد صمت الدرر حبيبنا علي بن محمد بن حسين الحبشي. أجزناكم في ذلك. قبلت إجازة. Kami umumkan sekali lagi bahwasanya peringatan Maulid untuk malam besok bertempat di Majlis Ta'lim Al-Inayah di Jalan Dr. M. Isa, Lorong Sungai Juruju. Punya Sahibul Bet.